ما يبغون ننافس على الدوري، اذا ما يبغون ننافس على الدوري علمونا من البدايه. منهم سمو الامير اللي ما يبغونكم؟ لجان الاتحاد السعودي. سمو الامير انت دائما تتحدث يعني بهذه يعني اللغه وهذه اللهجه، دائما اي اخطاء تحصل في بعض المباريات دائما توجه الى سهامك توجه الى اللجان. لا شوف، انا لما يكون في اخطاء اتكلم في الاخطاء، لما ما يكون في اخطاء ما اتكلم في الاخطاء. لكن اليوم من بدايه الشوط الثاني الاخطاء واضحه للجميع، يعني انت توك تقولها، مو احنا اللي بس يعني متنرفزين وهذا، الجميع. يعني لو كان في الجميع مجمع على الموضوع حصلت. طيب في مباريات كثيره سجل فينا اهداف وبنالتيز بالغلط او لنا بنالتيز، بس اليوم كان بزياده، يعني خلاص طفح الكل. طيب سمو الامير التعاونيين يعني ما عملوا هذه الضجه لما سجل فيجارو والهدف في يده، يعني ما عملوا هذه يعني المشكله الكبيره اللي قاعدين نشوفها الان في اجواء النصر بصراحه. التعاون ما ينافس على الدوري، بس هو من حق مشروع له انه يفوز، بس حق مشروع له انه يفوز بالعدل. يعني اوكي تقول كرة فيجاروا، اوكي ممكن كرة فيجاروا، البلنتي مو بلنتي اللي عندهم، البنالتيز عندنا اثنين هنا، في تسلل في الشوط الاول، يعني نقدر نناقش هالامور كلها. طبعا يعني الشوط الثاني ما كنا جيدين، لكن اسباب النرفزه للاعبين من بدايه الشوط الثاني من الحكم بتقصد واضح وصريح، وتقدرون تعيدون يعني تقصد لاعبينا، ما اقول تقصد النصر او، بس ما ادري يعني شيء غريب. ايش مصلحة يا سمو الامير اللي تقصد بس لاعبين النصر؟ يعني من بدء كل ال 22 لاعب اللي في الملعب بس يبي لاعبين النصر؟ في انديه اخرى تنافس، صح ولا لا؟ تقصد الهلال وشباب؟ اي ممكن، ليش لا؟ من اللي وقف الاتحاد الاسبوع اللي فات؟ من الحكم؟ اسالك. فهد العرين يعني هل ايضا قاصد يطرد 3 لاعبين من الاتحاد؟ ليش لا؟ طيب سمو الامير انت تحدثت يعني قلت لك اجزم، قلت ليش لا؟ لا بس انت تقول لي انه تقصد على لاعبين النصر. في الملعب شفناها قدامنا. انا ما اقدر ادخل لك في النوايا، لكن اللي واضح قدامي هذا اللي احكيه انا. سمو الامير تقصد يعني متعمد، هذا لا نفهمه بصراحه. متعمد ينرفز لاعبين، انا ما قلت متعمد يخسرني المباراه، انا اقول لك الدخول في النوايا ما ندخل في النوايا. طيب. لكن بعض الناس وبعض اللجان صارت تدخل في النوايا. انا ما ابغى اسالك سمو الامير يعني بعيدا عن موضوع، اسالك عن اللاعبين والمدرب لان هذا اشبع الموضوع. يعني انا سمعت قبل شويه تتكلم، يمكن ايضا المتابعين يسمعوها قراوها في الصحافه ويسمعوها في التلفزيونات. لكن سمو الامير بصراحه فنيا انت راضي عن فريقك، راضي عن اداء فريقك من الفتح الى اليوم؟ لا الشوط الاول كانوا جيدين، لكن قلت لك بدايه الشوط الثاني الحكم ما قصر ما شاء الله من بدايه الشوط الثاني. الفتح كنا سيئين، وقلت انك كنا سيئين، لكن لما شوف الفريق الكبير حتى لو كان سيء اداء لكن تدخل الشوط الثاني بهالطريقه، التحكيم بهالطريقه يعني شيء عجيب. سيد عامر السلهب نائب الرئيس قبل شويه يقول المفروض ان الحكم السعودي يحكم بس 4 مباريات لكل نادي سعودي والباقي احنا نجيبهم على حسابنا. عكس الحكم الاجنبي المفروض. الحكم الاجنبي هو اللي المفروض يحكم 4 مباريات في السنه، يصير العكس المفروض. واحنا مستعدين ندفع الانديه، مو احنا اللي ندفع الحكام لما يجون، احنا مستعدين ندفع. سمو الامير ابتعدتوا شويه الان ولا لا زلتوا يعني باقين؟ ما ابتعدنا، ابعدنا. معناته العمليه مقصوده سمو الامير. اقول من الحكم، انا اقول ابعدنا. في اشياء كثيره حصلت، في حسين يوقف مباراتين، لاعبينا يجوا من المنتخب مصابين ما شاء الله، لاعبين الاخرين في المنتخب احتياط في انديتهم. يعني ما يشاركون سمو الامير في المنتخب يعني؟ لا احنا لاعبينا اساسيين في فرقنا، يجيني 2 مصابين، لاعبين الفرق الاخرى اللي كانوا في كاس الخليج احتياط في ناديهم. بس يعني انا ابغى نقعد نفكر في الموضوع، انا ما اتهم احد، لكن اقعد مع نفسك وفكر. هذا الفريق لاعبين احتياط يروحون المنتخب في كاس الخليج يرجعون احتياط، احنا لاعبيننا يروحون اساسيين في نادي يرجعون مصابين، سبحان الله. عندك بس سمو الامير يمكن الفارق اليوم بفريق بس ابراهيم غالب مصاب، وصل في اخر المباراه جاي من المنتخب مصاب. انا اقول لك ما نتهم احد، بس اقعد مع نفسك وفكر في كل هالمواضيع. واضح. طيب سمو الامير بصراحه لو ما كنت رئيس نادي النصر واليوم قاعد تشوف فريق النصر وتابعه بشكل كبير، لو قالوا لك غير وين تبغى تغير بصراحه؟ انا في موضوع ابغى اقوله وارجع اردده، يعني انا كنت استغرب وانا بعيد برا المملكه، يعني يقولون الامير عبد الرحمن الله يغفر له التحكيم واللجان والله الله يغفر له ويسكن الجنه، صادق كان محق في الموضوع. الكلمه اللي قالها انه خلي النصر الانديه الاخرى تنافس على المركز الثاني. طيب مع اغلاق الانوار سمو الامير اشكرك شكر جزيلا على حضورك وعلى هدوءك، واقدر لك دخولك لغرفه الملابس يعني فتره كذا طويله،
شكرا سمو الامير، ما قصرت. شكرا سمو الامير فيصل بن تركي. مع اغلاق الانوار